مرحبا بكم في قناة قصص منتصف الليل. نحكي لكم اليوم قصة قصر البارون، ذلك القصر المهجور الذي يسكنه الرعب والموت. تقع أحداث هذه القصة في مصر، حيث بني هذا القصر الفخم في أوائل القرن العشرين على يد البارون إدوارد إمبان. لكن ما لا يعرفه أحد هو أن هذا القصر لا يخبئ فقط روعة الفن المعماري، بل أيضاً أسراراً مظلمة تثير الخوف في نفوس جميع من يزوره. سنكتشف معاً قصة هذا القصر الملعون، ونتابع الأحداث المأساوية التي حدثت بين جدرانه. سنتعرف على غرفة المرايا، تلك الغرفة التي يقال إنها موطن للطقوس الشيطانية. وسنتابع مصير عائلة البارون إمبان، وكيف تحولت من عائلة ثرية إلى ضحية لعالم الظلام. هل أنت مستعد لدخول القصة؟ لا تطفئ الأنوار ولا تغلق عينيك، فكل شيء حولك يراقبك. شارك هذه القصة مع أصدقائك واجعل الرعب ينتشر. تابعونا. تبدأ القصة في نهاية القرن التاسع عشر، بعد فترة وجيزة من افتتاح قناة السويس، حيث وصل البارون إدوارد إمبان إلى مصر. في ذلك الوقت اندهش البارون بجمال مصر وحضارتها، وقرر أن يقضي حياته هناك. وقد كتب في وصيته أنه يريد أن يدفن هناك أيضاً، وشخصية بارزة يعرف بأنه أشهر مهندس في كل أوروبا في ذلك الوقت شعر أنه من الضروري بناء مكان يليق بمكانته ومناسباً له للعيش فيه. أمضى ما يقرب من 5 سنوات في بناء قصر صممه بالكامل على الطراز الهندي، وزينه بتماثيل للآلهة الهندوسية مثل شيفا وبوذا وبارفاتي. وكان السبب وراء هذا الاختيار حدثاً مهماً في شبابه عندما أصيب بمرض خطير، وكان على وشك الموت، لكن تدخل الهنود وأنقذوا حياته. لذلك قام بدمج تماثيلهم في قصره كرمز للامتنان. كان مثل هذا الشيء يعتبر غريباً في أرض مصر، ولكن ليس غريباً مثل اللوحة التي وضعها في القصر، والتي احتوت على العديد من الرسومات الغريبة، أو كما يقول البعض شيطانية. تم الانتهاء من بناء القصر عام 1911. صمم القصر بحيث تدور الشمس حوله طوال اليوم لتصل إلى كل ركن فيه، وقد تم تحقيق ذلك باستخدام العاج والرخام المبهر. بالإضافة إلى ذلك تم بناء برج بقاعدة متحركة تسمح لمن بداخل القصر برؤية المناطق المحيطة من جميع الزوايا. ويزخر القصر بكنوز فنية نادرة للغاية، لا توجد إلا في المجموعات الملكية كتلك الموجودة في لندن. الآن دعني أخبرك عن غرفة في هذا القصر تعرف بالغرفة الوردية، أو كما تسمى في الغالب بغرفة المرايا. بنيت هذه الغرفة أسفل القصر، وتتكون أساساً من مرايا هائلة تغطي جدرانها. بنى البارون إدوارد هذه الغرفة لنفسه، ومنع منعاً باتا دخول أي شخص آخر إليها. تواترت الإشاعات بين موظفي القصر، والتي تشير إلى أن البارون كان يجري طقوساً شيطانية داخل الغرفة. ادعوا أنه كان أحياناً يقضي ساعات داخلها لا يخرج إلا بعد فترات طويلة، وأنه كان يستدعي الأرواح في داخلها. سأضع مسألة الغرفة جانباً في الوقت الحالي، لكن لا تنساها. عندما أتحدث إليك قليلاً عن الافتتاح الكبير للقصر، يجب أن تضع في اعتبارك أنه كان حدثاً رائعاً حقاً، يضاهي فخامة حفل زفاف الأميرة قطر الندى الشهير، والذي تسبب في إفلاس مصر. تخيل مقدار الأموال التي أنفقت على مثل هذا الافتتاح، ولا تفكر في انتقاد المبلغ المصروف أو الاستياء منه. فالبارون لم يهنأ بالقصر على أي حال، حيث أمضى فيه حوالي 2 عام فقط. كان هذا بسبب حضور السلطان حسين كامل حفل الافتتاح. لقد انبهر بشدة بجمال القصر، مما أثار الغيرة في داخله، حيث كان يعتقد أنه كسلطان لمصر يجب أن يمتلك أجمل مكان في البلاد. منذ ذلك الحين أرسل بشكل متكرر رسائل إلى البارون معرباً عن رغبته في شراء القصر، لكن البارون كان يرفض بأدب في كل مرة. في النهاية سئم السلطان من الرفض المهذب،
وبدأ يلجأ إلى أساليب أكثر عدوانية، مما أدى إلى سلسلة من الصراعات بينه وبين البارون. لم يكن بوسع البارون فعل أي شيء، فقرر أن يأخذ عائلته ويعود إلى لندن إلى أن تنتهي فترة حكم السلطان. مرت السنوات، وعندما توفي السلطان قرر البارون أن يعيد عائلته للعيش في القصر مرة أخرى، لكن هذا القرار ظل يلاحق البارون طوال بقية حياته. كان للبارون ابنة اسمها آن. مرت الأيام وهم يعيشون في القصر دون وقوع أي حوادث، إلى أن التقت آن في أحد الأيام بامرأة تدعى سيلفيا. كانت سيلفيا هي السبب في سقوط عائلة البارون بأكملها. في لقائهما الأول أعطت سيلفيا آن قلادة غريبة، صليب مقلوب ارتدتها آن، وبدأت تحدث لها أشياء غريبة. أصبحت ترتدي الملابس السوداء باستمرار، وأصبح سلوكها متقلبا للغاية. كما ذكر الخدم سماعها تردد كلمات غير مفهومة وتصرخ بشكل متقطع كل ليلة قبل النوم. كلما تعمقت علاقتها بسيلفيا كلما أصبح سلوكها أكثر غرابة. بدأت الفتاة في جمع الكتب الدينية المقدسة وقراءتها بشكل مقلوب، وإيذاء نفسها، وأداء طقوس شيطانية دقيقة. تصاعد الموقف إلى درجة أن ابنة البارون بدأت تدعو سيلفيا وأصدقائهما إلى غرفة المرايا، حيث كانوا يمارسون طقوسا شيطانية مرددين ترانيم غريبة ويؤدون أعمال عبادة مروعة، بما في ذلك التضحية بالحيوانات في محاولة لاستدعاء الشيطان نفسه. أدى هذا إلى وقوع كوارث داخل القصر. وفي يوم من الأيام فتح البارون باب المصعد ليجد زوجته مخنوقة وميتة في الداخل. كانت بمفردها، ولم يعرف أحد كيف انتهى بها المطاف في تلك الحالة. بعد فترة وجيزة سمع البارون صرخات شديدة قادمة من غرفة أخته، ووجدها قد ألقت بنفسها من النافذة. والغريب أن أحدا لم يعلم من يقف وراء هذه الأحداث، إذ لم يكن هناك شخص يمكن مساءلته عن تدبيرها. ومن الجدير بالذكر أن هذه كانت مجرد بداية الأحداث، لأنه بعد هذه الأحداث في اليوم التالي توفيت إحدى الخادمات داخل القصر في ظروف غامضة، وظل سبب وفاتها مجهولا للجميع. اختفت 6 خادمات من القصر في ظروف غامضة أيضا. بالإضافة إلى ذلك تم العثور على شقيق البارون ميتا في أحد الأقبية. قد تتساءل عن ابنة البارون وسط كل هذا. حسنا، بعد كل حادثة غريبة كانت تحاول إنهاء حياتها، لكن محاولاتها باءت بالفشل، مما تركها مثقلة بالذنب لكونها السبب المفترض وراء كل حادثة. والغريب أن حالتها تدهورت لدرجة أنها كانت تصرخ بشكل هستيري، ولا تهدأ إلا عند وضعها داخل غرفة المرايا وحبسها فيها. استمر هذا حتى نجحت أخيرا في إنهاء حياتها. والشيء الأكثر غرابة هو أن للبارون ابنة أخرى صغيرة بدأت تعاني من نفس أعراض أختها، تصرخ بشكل هستيري حتى يتم إحضارها إلى غرفة المرايا. فعندما كانت تهدأ ويسمح لها بمغادرة الغرفة في نهاية المطاف، كانت تنطق بجملة واحدة فقط بشكل متكرر: صديقي كلمني وطمئنني وهو موجود في الأسفل. وفي أحد الأيام اختفت من القصر، ولم يتم العثور عليها إلا على حافة البئر بملامح وجه مرعبة لكنها بلا روح. أما بالنسبة للبارون فيقال إنه أصيب بالجنون بعد هذه الأحداث، وتم نقله إلى بلجيكا وظل هناك حتى وفاته عام 1929. ووفقا لوصيته أعيد إلى مصر لدفنه. مع رحيل الجميع عن القصر ظلت المسؤولية عن هذه الأحداث غامضة حتى بعد انتهاء تلك الوقائع. يعود ذلك إلى استمرار سكان حي مصر الجديدة المجاور في الإبلاغ عن مشاهدات غريبة في القصر، زاعمين أنهم رأوا ظهورات لزوجة البارون والمهندس المعماري الذي صمم القصر. تشير تقارير إلى أن المهندس المعماري الذي قام بتصميم هذا القصر قد قتل من قبل البارون لمنعه من تكرار نفس التصميم لأي شخص آخر. هذا بالإضافة إلى تقارير عديدة وردت إلى الشرطة حول أضواء مفاجئة تنير القصر، وأحيانا تقارير عن حرائق كثيفة تلتهمه لتختفي بعد ذلك دون أن يترك الحريق أي أثر لدى وصول فرق الإطفاء.
إحدى الحوادث البارزة وقعت في عام 1982، ونتيجة لهذه المشاهدات والشائعات التي تحيط بقصر البارون، قررت مجموعة من الشباب أداء طقوس شيطانية هناك. شكل هذا أول ظهور رسمي لعباد الشيطان في مصر عام 1997، حيث ذهب بعض الشباب إلى القصر يرددون الهتافات ويؤدون الطقوس الشيطانية بصوت عال، لدرجة أن بعض الناس سمعوهم وقاموا بإبلاغ الشرطة. في الواقع تم القبض على هؤلاء الشباب، وتحولت الحادثة إلى قضية رأي عام. إلى هنا تنتهي القصة أعزائي المشاهدين، نلتقي في قصص أخرى بمزيد من الرعب والغموض. إلى اللقاء.